بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الكلمة الطيبة صدقة، وجعل الدعوة إليه شرفا ومنزلة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح الخلق لسانا وأصدقهم بيانا. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فرسان المنابر من ساحة الشيخ مبروك للقرآن الكريم وعلومه، حيث نعيش معا مع فن الدعوة والخطابة إلى الله عز وجل، وكيف يكون الداعية صاحب رسالة تؤثر في قلوبنا. ويشرفنا أن يكون معنا ضيف الحلقة وهو فضيلة الشيخ ماجد محمد ماجد. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أهلا وسهلا بحضرتك. نتوجه إلى فضيلة الشيخ بسؤال حول هذا الموضوع: ما أهمية الخطابة والدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. أهمية الخطابة لها 3 مهام. الأولى أثر الكلمة الطيبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. والثانية توجيه الناس إلى الخير، فقد قال الله تعالى: ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والثالثة نشر الخير بين الناس. والآن نستمع إلى كلمة من فضيلة الشيخ ماجد، كلمة موجزة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم أما بعد، نتحدث بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عن أهمية شهر شعبان. فهذا شهر عظيم يقع بين شهر رجب وشهر رمضان، ويغفل الكثير من الناس عن العبادة في هذا الشهر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فأهمية هذا الشهر الكريم في كونه وقت الحصاد الخاتمي للسنة الإيمانية، ففيه ترفع الأعمال لرب العزة. وقد قال وكان الصحابة يسمون هذا الشهر بشهر القراء، حيث ينكبون على المصاحف تهيئة للختام في شهر رمضان. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يفتح عليك يا سيدي. الكلمة أمانة، والمنبر مسؤولية، والداعية وريث لرسالة الأنبياء. نشكر ضيفنا الكريم. وها هنا قد انتهينا من حلقتنا اليوم من برنامج فرسان المنابر من ساحة الشيخ مبروك للقرآن الكريم وعلومه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الداعين إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.